بعد النشيدين الرسميين، كل الشكر لجون تيري، شكرا لعبد العزيز الزريتي، وشكرا لوائل الجمعة. إلى أستاذ أحمد بن علي التعليق لمحمد بركات بالنسبة للمنتخب البلجيكي والمنتخب الكندي. فرجة ممتعة للجميع. شكرا لهشام الخلصي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، طابت اوقاتكم بكل خير. ملعب احمد بن علي بالريان يحتضن ثاني مباريات المجموعه السادسه كاس العالم قطر. قبلة لانظار الملايين، كرنفال، عرس، احتفال عالمي في الملاعب القطرية. مونديال 2022 صفحة جديدة في كتاب عابر بالأحداث والفصول. المنتخب الكندي بالهجوم يبحث على هويلت، يتقدم الكرة، هويلت خطيرة الشهيرة. 3 مباريات لم يسجل بين الكرة من باتشوايت تنتهي سهلة عند الحارس بورشان. فيرتونغين 35 سنة لم يسجل. هذه كرة خطيرة للفريق الكروية الكبرى مثل المكسيك ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. 2014 استهل مشوار يوغوسلافيا 3-1. كرة خطيرة للمنتخب الكندي، الكرة خارج الميدان. هذا هو المنتخب الكندي بقيادة الكنترول والتسديد، والكرة عند شداد بلجيكا يطالب بضربة الفونسو دايفيز. كورتوا يتألق والركلة ضايعة. هذا هو شداد بلجيكا، هذا كورتوا يتصدى عملاق بلجيكا. ركلة جزاء، الاستلام، الضغط، ترجع كيريا من أبوين من هذا البلد. انتقل لكارد عمره 5 سنين، كورة لبرا. هنا ضربة مرمى، محاولة كانت كاستاني أقرب لها الدفاعات والاستعانة بقارئات الفنجان. شجاع، طابقة خطيرة، ولكن كورتوا يتصدى من جبهته. تسرع تيليمانس ترجع كورة دي بروين يمرر، كان ممكن يعطيها الكندي. ترجع بتدخل من شلفير دفاع البلجيكي البطيء جدا. الكرة تصوب بانتا خارج المكان. منتخب الكندي يمتاز بالسرعة. كرة من دي بروين، فريق البلجيكي يعتمد على سنور الكرة الطويلة، يحاول المرور، محاصر 2. يدرس الكرة عند ايدين هزار، يسترجع كرة فريق الكندي. سيكاسوي يحتار لباتشواي، هزار يستقبل الكثير من المتاعب للدفاع البلجيكي. كاس تيليمانس يمرر، كرة تتقدم، باتشواي ضيع كرة للركنية. هذا هو باتشواي. الفريق الكندي القوي داخل منطقة في مناطق الفريق الكندي. لامس كاستاني دانتاي خارج الميدان. الى ضربة الفونسو دافيز، هذه تسديدة لكن بعيدة من هاتشنسون 39 سنة دولي منذ 2003. بوكانان فنان، بوكانان حاول يمر محاولة قايمة، الهجوم مستمر. جونستون والحارس كورتوا يتصدى هجمات، ناني حدد كرة التقدم لا في مناطق كندا. باتشواي يخسر بيين، هذه كرة خطيرة رأسية بعيدة من جوناثان ديفيد. ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي. اجا باتشواي على الطاير، لا سهلة عند بورشان. هذا باتشواي كاستاني تيموتي يلحق بالكرة، لا تقدم الكرة. جونستون التاكتيك الفريق الكندي خطير، هذه محاولة خطيرة. سيكاسوي ماذا يعلن هذا الزامبي؟ المدافع دونكيل يستعجل بلبس عرضية والكرة أيضا الجيل الحالي. كرة خطيرة، باتشواي يسجل المنتخب البلجيكي، يسجل الجول يا دور، يسجل المجنون. هذا باتشواي يؤكد أن كرة القدم
حسان بينية والكرة كرة واحدة سجل. هذه كرة خطيرة في أفضل درجة في العالم. كرة خطيرة يستحق التسجيل الفريق الكلبي ولكن كرة بوكانان البراء. شوف الإعادة الدفاع لاريا تدخل من كرة يرجع الدفاع التسديد بقوة يطالب ضربة جزاء ثانية منتخب كندا. كان هدف تعود لدي بروين تبعت كرة من جوكي يتصدى ضربة جزاء في كأس العالم. كرة من لاريا تعود لمصلحة فينا في الثمانينات. هذه كرة خطيرة رأسية جوناثان ديفيد يضيع. جوناثان ديفيد 1-0 للبرازيل بولي. كويلت معاه دين دونكير المتهم اي نقطة. كرة خطيرة التصديق لكن كرة يوستاكيو برا تقدم يرفع كرة لكن بعيدة. كرة تونانا جمال انسو شيفو. كرة تلعب في مناطق الفريق البلجيكي تنتهي خارج الميدان. ليتسيل تلعب كرة عند 21 كاستاني لديفيد ترجع لالفونسو ديفيد 40 يوم. كرة ترجع خارج الميدان. ديفيد كرة ترجع من الدفاع البلجيكي. كرة داخل منطقة الجزاء بشكل مقدم. كرة في مناطق الفريق البلجيكي والدفاع. توما مونيه تاريا كانت مسات خطيرة ولكن كرة بوكانان بعيدة. هنا دايمون تاع الأوبرا إمارة لباتشواي عرضية باتشواي تباتا باتشواي يحاول اختراق كرة دي بروين لكن كرة دي بروين يبحث عن التعادل. جون ستون هذه كرة بعيدة من لوريا ضربة مرة للصالح بيجي باتشواي كونترس ونسود كارتاج. كرة ترجع مكانان لم تنتهي المباراة بعد والتعادل وارد ولكن اللمسة عندها نقطة واحدة. ايش ملك كندا تبعت كوار يا تروسار جونستون هذه رأسية ولكن كورتوا الكفا. دوريا قتالية كبيرة من كندا. كده يا حبايبي شكل الحله اللي احنا عملناها الفلفل مع الكوسه. هنحط بقى الشوربه كده. شفتوا انا قلت لكم الشوربه انا كنت مشوحه اللحمه فشكلها ما فيهاش اي ريم وشكلها جميل وريحتها جميله جدا. هنحط بقى العبار بتاع المحشي واسيبه يطيب واوريه لكم في النهايه. وده شكل الحله يا حبايبي بعد ما حطيت لها الشوربه كده. هوريها لكم ان شاء الله في النهايه. المحشي كده هو خلاص الميه خلصت منه كده فاضل له حاجه بسيطه هوريها لكم ان شاء الله في التقديم. وريحته بقى روعه بصراحه ويا رب الطريقه دي تكون عجبتكم. رحت تاني يا احبابي كده ودي شكل المحشي اللي احنا عملناه معاكم. محشي كوسه ومحشي فلفل بصراحه شكله انتوا شايفينه وريحته تحفه. النعناع ده عامل له بصراحه مخلي ريحته جميله جدا. انا دايما بستخدمه في المحاشي النعناع وزي ما انتم شايفينه كده. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وانا من زياد المخبوزات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.